حبايبنا طلاب تانية إعدادي. ده حل التمرينات الخاصة بالدرس 1 و2 اللي أنا ما كنتش يعني ما قدرناش نحله في الحصة، فنحلها مع بعض. احنا طبعا هنبتدي من السؤال التاني. بيتكلم كده على choose the correct answer from A, B, C or D. بيتكلم في the new student is very shy، وشاي هنا معناها خجول. the antonym of shy is هتبقى عكس كلمة shy، هي يا ترى sad حزين، ولا nervous متوتر، ولا confident واثق، ولا careful. طبعا هتبقى confident لأنه عكس كلمة shy. To space means to put things together. لما نحط الحاجات مع بعضيها تبقى repeat ولا participate ولا connect ولا combine. طبعا هي هتبقى combine معناها يخلط أو يمزج. واحد يقول طب ما احنا ناخد connect يوصل، لكن هي combine هي الأفضل لأن هي معناها المزيج. Adam couldn't finish his homework when the TV was loud. أدهم ما قدرش يخلص الواجب لأن التلفزيون كان loud. He was طبعا 100% هتبقى distracted لأنه كان مشتت. عندنا distracted. The suffix اللاحقة space forms بتكون the noun الاسم of the word strange. هتبقى stranging طبعا لا. strangely لا، انا عايز noun. estrangement ما فيش حاجه اسمها كده، ما تبقى غير كلمه stranger، stranger معناها شخص غريب. السؤال الثالث اللي هو طبعا عندنا كلمه time وقت، mental عقلي او ذهني، fun المتعة، concentration اللي هو التركيز، participate اللي هو يساهم. video games are popular with the students. الألعاب الفيديو هي مشهورة، وشهرة طبعا هتاخد حرف الجر with. research shows الأبحاث بتقول they can improve إيه يا ترى time ولا mental ولا fun ولا concentration ولا participate. طبعا هي بتحسن ايه؟ بتحسن انا عايز اسم، الاسم هنا هتبقى concentration. ما اقدرش اقول تحسن المنتل، لا منتل دي صفة، لو كانت وراها اسم كانت تنفع، كنت اقول مثلا منتل هيلث مثلا. فانا عندي واحده تبقى concentration and help players solve problems. this is type of ده نوع من الاكسرسايز. ايوه بقى كده يبقى دي mental exercise. mental لما هي صفه لكلمه exercise يبقى mental exercise. teachers also use games to help students. حاجه ان حرف الجر ان هياخد كلمه participate يساهم فيه in class. However, students shouldn't play games at all the time. يبقى بس طبعا احنا بننصح الطلاب ان ما يلعبوش طول الوقت. يبقى كده games يبقى student shouldn't play games all the time. السؤال الرابع. While technology helps learning, it can't replace good teacher. يبقى رجاله احنا عندنا حاجتين متضادتين. طبعا هشيل وايل وحاطط هنا however، يعني هشيل الفاصله دي واحط نقطه واقول ادي however. معلش الخط وحش بس عشان مش عارف اكتب على السبوره. طيب 2. although he did a good job، على الرغم ان هو ادى بشكل جيد، he wasn't rewarded لم يتم مكافاته. طبعا اللي يشتغل كويس نكافئه. طب هو اشتغل وما اتكافئش، يبقى جملتين متضادتين. انا قلت لكم قبل كده ان كلمه although في الاول هتساوي بط في النص، كان انا بالظبط يا شباب هشيل although واحط بط هنا. طيب
he is rich, he is unhappy. هو غني، هو غير سعيد. الجملتين عكس بعض. يبقى انا كده هحط although في الاول لان هي تبدا بحرف ايه؟ كابيتال. يبقى دي although، واجي مكمل الجمله زي ما هي. طيب educational games are effective, they cost a lot of money. البرامج الالعاب التعليميه هي مؤثره وفعاله لكنها بتكلف الكثير من المال. يبقى الشباب هنا انا هعمل ايه؟ هجيب بط هنا كده في النص، متنسوش هنا الكم. تعالوا شوف المحادثه الحلوه دي. complete the following dialogue. كان كامل المحادثه، وانا قلت لكم يا شباب ان لازم المحادثه نقرا ال راس المحادثه، هنا مهم جدا. هادي and سامح are talking about games. هاني وسامح يتحدثان عن الالعاب. فقالوا كده do you like playing video games؟ هل بتحب تلعب الفيديو جيمز؟ قال yes I enjoy playing video games in my free ايه؟ اكيد هيبقى free time. ما مش هلعب العاب اثناء المذاكره. طيب what kind of space do you like best؟ قال I like puzzle games. يبقى what kind of games؟ ما هي الجيمز؟ طب do you think they are useful؟ yes I do. أو بس خلي بالك هنا في غلطة في الكتاب. yes games can، لا هتبقى يعني الإجابة مش كويسة. فأنا كان أعتبر دي مش موجودة أصلا وأقول yes I do. طيب how no space do you play video games every day؟ يبقى قال له 1 hour a day. 1 hour a day معناها ساعة في اليوم. يبقى how long. ده كان الجزء الخاص الدرس 1 و 2. صفحة 91 اللي هو التست على يونت 8. لسه مش هتكلم فيه. اتكلم في السؤال 2 على طول. we add the suffix space يعني مسافة to get the noun from the word develop. طب develop ده الفعل، انا عايز اخليه اسم، عايز اخليه noun اسم يا شباب. noun معناه اسم. طيب تبقى ايه بقى؟ برافو، في حد بيقول لي منت على طول، فتبقى development. برافو. he is very space he doesn't like talking to people he doesn't know. الناس هو ايه؟ هو ما بيحبش يتكلم مع الناس اللي ما يعرفهمش. خلي بالك كلمة brave يعني شجاع. loud اللي هي سي معناها عالي. كلمة active معناها نشيط اللي هي دي. يبقى الإجابة مفيش غير كلمة shy. 3 space means involving active participation and communication. اللي هو لما أنا يعني بعمل مساهمة نشطة و communication والتواصل. طبعا ده يبقى ايه هنا كده؟ mental ذهني مش هتنفع. meaningful ذات معنى مش تنفع. balanced اللي هي دي مش تنفع. مفيش غير سي طبعا interactive. عايز تقولوا interactive براحتكم. concentration and distraction are التركيز والتشتت. هيبقى يا افعال ولا متشابهين ولا synonyms ولا antonyms؟ برافو، في ناس بتقول antonyms اللي هم متضادات. عندنا قطع اللي هي السؤال رقم 3. Many people think video games are just fun for fun but scientists believe بعض الناس بيعتقدوا ان العاب الفيديو are just for fun هي مجرد متعة. but scientists believe العلماء بيعتقدون ان games الالعاب can make you smarter تخليك اكثر ذكاء. research shows البحث بيقول that certain games can a concentration الالعاب ممكن تعمل ايه في التركيز؟ طبعا هتبقى improve and help players solve a problem faster. brain space games are especially popular with students. brain
space games are especially popular with students. هي محبوبة على الطلاب. These games space on memory skills. طبعا هنا memory on حرف الجر on هتاخد كلمة فوكس، يعني دي وش يبقى عندنا كده 2. math and language learning focus on memory skills بتركز على المهارات التذكر. math رياضيات and language learning وتعلم اللغات. when you play puzzle games your not أو السبيس works harder. هتبقى your ايه؟ أكيد your brain. ده الرابعة. المخ to find solution عشان يجد حلا. solution حل. this mental exercise helps you think more clearly in real life. بعد لنا بقى ايه اللي رقم 2 عشان ما نكونش متأكدين منها. brain clear games ولا training games؟ هتبقى طبعا brain training games اللي هو التدريبات الألعاب اللي بتدربنا على أعمال المخ. القطعة Today many schools العديد من المدارس are adapting smart learning. adapting يا شباب معناها يتبنى smart learning يعني بيتبنى التعليم الذكي. This modern method uses digital tools. دول بيستخدموا الديجيتال تولز اللي هي الأدوات الرقمية. songs الأغاني and story to make lessons are more engaging. engaging يا شباب معناها يشغل، يخلي الولد أو البنت كده منخرط في أعمال الدراسة. instead of memorizing facts بدل من إن إحنا نحفظ facts الحقائق students explore ideas creatively. الطلبة بيستكشفون الأفكار بطريقة إبداعية and interactively أو بطريقة تفاعلية. singing educational songs لما احنا نغني الأغاني التعليمية helps student improve memory بتحسن الذاكرة. pronunciation النطق and focus وكمان التركيز while also building confidence وتبني الثقة and creating positive classroom atmosphere بتخلي الجو العام للفصل positive إيجابي. stories teach values القصص بتعلمنا الفاليوز القيم. emotions العواطف والمشاعر and culture والثقافة and encourage listening وبتشجعنا على listening الاستماع، شجعنا على reading القراءة and speaking والتحدث مهارات التحدث والاستماع والقراءة. by combining music and storytelling لما احنا نخلط بين المزيكا والسرد القصص teacher make lessons enjoyable المدرسين بيخلوا الدرس أكثر متعة and critically هنا معناها يفكر and express themselves more confidently خلهم بيعبروا عن أنفسهم بثقة. smart learning turns classroom into spaces full of creativity learning and joy. التعلم الذكي بيحول الفصول إلى مساحات مملوءة بالكرياتيفيتي بالإبداع والجوي. طيب what is the main purpose of smart learning؟ ما هو الهدف الرئيسي من التعلم الذكي؟ طبعا purpose معناها هدف. to make a student memorize facts faster عشان يخلي الطلبة يتذكروا الحقائق بسرعة، طبعا مش تنفع. to make lessons are creative and enjoyable لغاية دلوقتي دي كويسة. to reduce school hours أن تقلل ساعات الفصل. to replace teachers أن تحل محل المعلمين، طبعا لا، يبقى الإجابة الوحيدة اللي هي كلمة B. طيب according to the text طبقا للتكست songs in classrooms help student to الأغاني في الفصل بتخلي الطلبة إيه؟ sleep better يناموا حلو، يا ريت، طبعا غلط. improve memory and pronunciation لغاية دلوقتي دي ماشية. do physical exercise يعمل تمرينات بدنية، طبعا غلط. complete homework faster يعمل واجب بسرعة، طبعا غلط. الإجابة الوحيدة اللي هي رقم هتبقى B. طيب what skills do stories help student practice؟ ايه المهارات اللي بيخلوها اللي بتساعد عليها التعلم الذكي؟ طبعا هتبقى السكيلز. هتلاقي كلمة سكيلز اهي انا حاطط خط، يبقى اللي جاب قبلها، خلي بالكوا اهو
and encouraging listening and speaking skills. الإجابة دي رقم 3. طيب دي 3. how does smart learning connect knowledge to real life؟ ازاي بقى ان التعلم الذكي بيوصل او بيربط المعرفة، knowledge معناها معرفة، knowledge معرفة، to real life للحياة الواقعية. هتلاقوا student can connect classroom knowledge to real life situation. طبعا ليه بقى؟ think critically and to express themselves more confidently. ازاي ان الطلبة بيعملوا كده، بيربطوا ازاي التعليم الذكي بيساعد الطلاب ان هم يربطوا المعرفة بالحياة الواقعية. هتبقى الإجابة اهي طبعا think critically اللي هو يفكر بموضوعية، يعني critically ما يخش حاجة زي ما هي. دي 4. طيب what does the underlined word engaging mostly like؟ يعني الكلمة دي معناها ايه؟ طبعا هنا كلمة engaging هتساوي كلمة involving، بيشغل الطالب، بيخلي الطالب يدخل فيه مود الدرس يعني. Baloo taught Mowgli the law of the jungle. طبعا هي تبقى true. The Bandarlog monkeys were organized and honest. القرود اللي هي الباندرلوج كانوا مترتبين وكمان أمناء. طبعا false لأن هم كانوا chaotic معناها كانوا فوضويين. Kaa the python helped Baloo and Bagheera save Mowgli. طبعا true. Mowgli learned that the monkeys were true friends. طبعا لا، هم ما كانوش true friends أبدا، ده كانوا ناس يعني أي كلام. طيب who kidnapped Mowgli؟ طبعا the monkeys. اسمه باندرلوج، هسيب لكم انتوا بقى ايه تكتبوها. طب why did Baloo and Bagheera ask for Kaa for help؟ ليه طلبوا؟ اشمعنى هي اللي طلبتها فيها كده؟ لاني زي هما cooperated يعني cooperated ده شبه معنى تعاونوا، عشان مش عارف اكتب قلم التابلت، لكن through its coil، يعني coils اللي هي الحلقات، طلعت الشجرة بالحلقات، قدرت تطلع على تنقذ موجلي من فوق الشجر خالص، لان بالو وبجيرة ما قدروش يطلعوا شجر، فاللي قدر يطلع الشجرة كان مين؟ كان كا. ممكن اقول زي هما used كاكويلز خالص. rewrite سؤال 6. The new student is shy but he is smart. اتفقنا ان احنا خلاص هشيل but وحط however مكانها. طيب he is rich but he is unhappy. هشيل but وحط while من قدام. While he was tired she is tired she helped her mother. هشيل while من قدام واحط but هنا في النص. طيب she was sick but she finished her homework. يبقى انا هشيل but من هنا واحط although في الاول. المحادثة Noah is asking Judy about her study tips. How do you remember new words؟ ازاي بتتذكر الكلمات الجديدة يا نهى يا جودي؟
فجود قالت لها I use وسبيس، فقالت لها فلاش كاردز. يبقى هو عايزني اقول فلاش كاردز. فلاش كاردز اللي هي كروت التعلم، يبقى I use فلاش كاردز. دي الإجابة واحد. ماشي. طيب how do they help you؟ ازاي هما بيساعدوك؟ سأل سؤال they have pictures that help me remember. how do they help you؟ ادي help وادي help، تمام، وادي you اللي اتحولت الى me، يبقى عايز كلمة remember بس، يعني ما فيش حاجة. طيب do you space anything else؟ قال I use drawing diagrams. هل انت ايه اي حاجة تانية ولا انا بستخدم؟ يبقى برضه عايز كلمة use. يعني الكلام الكلام سهل. هذه كلمة use، يعني محادثة ولا اسهل من كده تاني. قال لي yes I use، يبقى انا عايز احط دي في رقم 3. ماشي. قال له that is a idea. قال له طبعا this useful idea ماشي، this a good idea ماشي، اي حاجة. طبعا هنا هقول جود وخلاص. يلا، ده كان التست بتاع يونت 8.